ازاي المجموعة دي مش موجودة عند كل بنت في تسريحتها؟ المجموعة دي يا بنات من مسك الطهارة، هايلة جدا 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 اهي. المجموعة دي عبارة عن باكج فيه كمية حاجات ممكن تستخدميها وحلوة جدا، وعايزة اقول لكم ان انتوا لازم تتأكدوا ان هي الاصلي يا بنات، عشان في كتير مش اصلي، فلازم تتأكدوا ان هي الاصلي. تعالوا بينا نشوف محتويات الباكج دي ايه، وكل حاجة فيهم عبارة عن ايه. كده محتويات الباكج، تعالوا بقى نشوف بينا كل واحدة فيها ايه، كل واحدة فيها بالتفصيل ايه. بصوا بقى، اول حاجة معايا وهي كريم مسك الطهارة، ودي بودر مسك الطهارة، وكمان معايا حامل المسك برضو ده، ومعايا صابون مسك الطهارة، وده صابونة مسك الطهارة. تمام. الصابون انا لسه ما جربتوش، بس انا جربت الكريم وبودرة المسك بصراحة رهيبة. هوريكم حتى ابسط حاجة فيهم. في البودرة بتيجي معاها اسبونج كده، انا مستخدماها اهو، وبتستخدميها في اي منطقة انتي حباها، الارم في الاندر ارم او البikini. حلوة جدا وامنة، ما تخافوش منها خالص، مش مضرة. وعندي كمان كريم مسك الطهارة، بصوا عامل ازاي. انا يعني لسه ما استخدمتوش، لسه جديد، بس عايزه اقول لكم بقى يا بنات، الملمس يعني ملمسه عامل زي الفازلين كده بالظبط، ملمسه عامل زي الفازلين وريحته حلوه جدا. انصحكم ان انتوا تجربوها الباكج دي، ابدا ابدا ما تستغنيش عنها في تسريحتك. والمجموعه دي هايله جدا. وده المسك، طبعا انا اتكلمت عن المسك قبل كده، ده مسك بقى بتبقى بروايح مختلفه، بس عايزه اقول لكم ان المجموعه دي جميله جدا جدا، وانصح كل بنت لازم تجربها. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب، وما تنسوش كومنتاتكم الحلوه. باي باي.